ده اللاعب امام عاشور كان بيلعب في نادي الزمالك، وبعدين احترف في نادي ميتيلاند الدنماركي، راح صفقة بيع نهائيا. فاللاعب رجع من نادي ميتيلاند الدنماركي على النادي الاهلي اشتراه. باختصار شديد، انت راجل عندك لاعب وبعته، ما تدورش. عندك لعيب وبعته مهما كان انتمائه للنادي بتاعك ورجع وعايز يغير انتمائه، ايه المشكلة يا جماعة؟ ده شغل، ده بيزنس. معلش، مع احترامي ليكم ولاي حد بيفهم في الكوره، امام عاشور لو اتصاب، لا النادي الاهلي هينفعه، لا النادي الزمالك هينفعه، مفيش اي نادي هينفعه. اللي هينفعه الفلوس اللي خدها، اللي هينفعه اختياراته الصح او الغلط. فبعد اذنكم، بلاش غلط في الام، بالاب، بالاهل، وعمال تشتم في اللاعب وعمال تسيء للاعب. طب انت اما تشتم اللاعب هتستفاد ايه؟ يعني انت اما تغلط في اللاعب ويا خاين وي وي وي، انت كل اللي بتعمله بتعبر عن جمهورك اذا كان مؤدب او محترم، وبتعبر عن ناديك اذا كان الجمهور اللي بيشجعه محترم او غير محترم. السلام عليكم.